السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور شمس حامد في حلقة جديدة من حلقات ميديكال تيبس. إن شاء الله هنتكلم عن الفرق بين السخونية العادية وضربة الشمس. إزاي أفرق بينهم الاتنين؟ هنبدأ بالسخونية. السخونية دي سببها إيه؟ سببها حاجة اسمها سيتوكينز. جهازك المناعي فرز حاجة اسمها سيتوكينز هي اللي رفعت درجة حرارتك، وبتكون أقل من 40 درجة مئوية. بنعالجها إزاي؟ بنعالجها بحاجة من اتنين، يا إما باراسيتامول يا إما أيبوبروفين. بس باراسيتامول حطه رقم واحد في دماغك، أحسن من أيبوبروفين بكتير جدا وفعال عنه. طيب ضربة الشمس، أعرف منين إن أنا جالي ضربة شمس؟ واحد قاعد في الشمس طول النهار، أو قاعد في عربية مقفولة في مكان سخن، في مكان فيه حرارة، ده ييجي له ضربة شمس. طب إزاي ييجي له ضربة شمس؟ جسمه ما يعرفش يتخلص من الحرارة. The body doesn't anticipate heat. يعني إيه؟ يعني الجسم مش قادر يتخلص من الحرارة. طيب إيه هي الأعراض بتاعته؟ صداع شديد جدًا اسمه throbbing headache، صداع قوي جدًا. عندك جلده بيبقى سخن من كتر ما درجة حرارته عالية، درجة الحرارة تتجاوز ال40 درجة مئوية. طيب في حاجة تانية، في دوخة، وفي كمان confusion، تحسه مش مركّز، مش مرتبك دايمًا. ده تعمل معاه إيه؟ يبقى دُش بمَيّة سقعانة، دُش بمَيّة ساقعة، وتنشّفه بالمروحة، وتحاول أنت تلبّسه يعني هدوم مبللة، وتحط تحت الإبط بتاعه حاجة فيها تلج، وتحاول تعمل له rehydration. يعني إيه rehydration؟ يعني مثلًا يشرب مشروب طاقة، يحاول يشرب مَيّة كتير لحد ما يبقى كويس. وشكرًا جزيلًا لحضرتك.